ثم مما يذكرون أيضا يقولون التعلق بكل ما يحبه المحبوب، كل ما يضاف إلى المحبوب تحبه. إن كنت تحب عبلة وجابوا لك ثياب عبلة تحب ثيابها، إذا قالوا لك والله عبلة تحب البحر تروح أنت تحب إيش؟ تحب البحر. إن قالوا عبلة تحب كذا أنت تحب جميع محبوبات المحبوب وتبغض وتكره جميع مبغوضات ومكروهات المحبوب. واضح ولا هذا أيضا أمر إيش؟ متفق عليه عند العقلاء. فمن أحب الله سبحانه وتعالى أحب كلام الله، وأحب كتاب الله، وأحب شرع الله، وأحب رسول الله، وأحب رسل الله، وأحب من أحب الله من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء وغيرهم، وأحب من أحب الله ووالاهم ونصرهم ممن يطيع الله سبحانه وتعالى، وأبغض وكره من يعصي الله. لما؟ لأنه يعلم أن الله تعالى يبغضهم، لا يحب من يبغضه الله ولا يبغض شيئا مما يحبه الله. وأحب بيت الله، وأحب كل ما يضاف إلى الله. فلذلك تجده في اشتياق إلى كتاب الله وإلى كلام الله وإلى بيت الله سبحانه وتعالى، يشتاق لكل ما يضاف إلى الله ويحب كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من خلق أو مما يضاف إليه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن أحد إيش قال؟ قال أحد جبل يحبنا. نحب ولا ما نحب؟ والله نحب، لأن الجبل يحب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن رسول الله يحب جبل أحد ونحن نحبه، فمن حبنا لرسول الله نحب إيش؟ نحب جبل أحد. والله إذا مرنا على جبل أحد ليس كمرورنا على غيره، إذ نلتفت على جبل أحد ونقول والله نحبك لحب رسول الله إيش؟ إياك. لما؟ لأننا نحب رسول الله، نحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الرسول محبوب لله سبحانه وتعالى، وما أحبه المحبوب والله نحبه ونشتاق إليه ونحن إليه، لأنه محبوب لمن أحببناه ومحبوب لمن نحبه.